مرحبا. أنا لي الشرف العظيم أني أتواجد هنا في الجزائر نيابة عن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر. إن هذه العلاقة ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة، وأود أن أعرب عن خالص تقديري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين حظيت بهما. لقد جددت مع الرئيس تبون تأكيدنا على الروابط الراسخة التي تجمع بين الولايات المتحدة والجزائر، وأعربنا عن التزامنا القوي بتعزيز علاقاتنا في المجالات التجارية والأمنية وغيرها من القطاعات. كما شاركت مع الرئيس رؤية الرئيس ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة، تحقيق السلام وهزيمة الإرهاب، وتأمين حدودنا وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والحوار. كما كان من دواعي شرفي الاستماع عن كثب إلى وجهة نظر الرئيس تبون بشأن التحديات الحاسمة التي تواجه أفريقيا والمنطقة ككل، بالإضافة إلى الفرص العديدة التي تنتظرنا. ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل، والعمل سويا من أجل تعزيز السلام والاستقرار. كما وأود أن أتقدم بالشكر لوزير الخارجية عطاف على كرم استقباله اليوم. نحن نقدر بشدة حوارنا المستمر بينما نعمل معا لمواجهة بعض من أصعب المشاكل في العالم، بما في ذلك خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لدينا مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا. كما تحدثت مع الرئيس ووزير الخارجية حول الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر في قطاع الطاقة وفي مختلف القطاعات الأخرى. لقد كانت هذه الزيارة مثمرة للغاية، وأتطلع إلى استكشاف سبل التعاون المشترك من أجل مستقبل مشرق وسلمي. شكرا مرة أخرى على كرم الضيافة، ومنشوفكم قريبا إن شاء الله. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر. تنضم إلينا من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أهلا بك فاطمة. لو تعطينا تفاصيل أوفى حول اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري بمستشار الرئيس الأمريكي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط. نعم رولا، وصل اليوم إلى الجزائر واحد من كبار مستشاري إدارة ترامب، مسعد بولس، إلى الجزائر بعد خلال ولا في خضم الجولة التي قادته إلى شمال إفريقيا. حظي مسعد بولس باستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي استقبله في قصر المرادية رفقة وفده الذي ضم عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين وأيضا السفيرة الأمريكية هنا في الجزائر. كما كان في الجانب الجزائري عدد من الدبلوماسيين الجزائريين على رأسهم رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف، وأيضا السفير الجزائري في الولايات المتحدة الأمريكية صبري بوغادوم، وعدد من الأسماء الوازنة في الدبلوماسية الجزائرية، حيث تطرق الوفدان لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. في وقت سابق كان استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مسعد بولس في وزارة الخارجية، وجرت بينهما محادثات حسب بيان الخارجية الجزائرية. تطرق الطرفان لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مثل ما سبق وأن قلت،
على رأسها ملفات العمق الإفريقي، ملف الصحراء الغربية والملف الليبي، ملف الساحل الصحراوي وملفات أخرى. كما تحدث الطرفان على آفاق العلاقات والشراكات بين البلدين الجزائرية الأمريكية، خاصة ما تعلق منها بملف الطاقة والدفاع أيضا والفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي. تجدر الإشارة فقط إلى أن مسعد بولس كان قد تحدث في لقاء صحفي سابق عن زيارته إلى الجزائر، وقال بأن الأولوية ستكون لملف الصحراء الغربية وعدد من الملفات الأخرى. ملف الصحراء الغربية بالنسبة لمسعد بولس هو أولوية له هنا في الجزائر، حيث يؤكد بأن إدارة ترامب تريد حلا لهذه القضية، حلا يرضي الطرفين الجانب المغربي والجانب الصحراوي. وأيضا يقول بولس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية لعلاقتها مع الجزائر. زيارة بولس لحد الآن لا يوجد تفاصيل أخرى عن لقائه بتبون، للقاء بولس بالرئيس الجزائري تبون. نعم رولا، إليك. شكرا لك من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي.